السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم متابعيتي وطرا في وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله كنقترح لكم نوع من المعجنات اللي هو كانيلوني. غادي نحضروه بالكفتة وبصلصة الطماطم. هذا الطبق كيجي لذيذ جدا وغادي يعجب الكبار والصغار. نبداو على بركة الله بالطريقة. عندي هنايا كانيلوني، استعملت هذا النوع هذا. بالنسبه لهذا النوع من المعجنات كاين اللي كيعمرها هكا، يعني ما كيسلقهاش، كاين اللي كيشدها بحال هكا وكيعمرها بالحشوه اللي بغا. انا كتعجبني مسلوقه. غادي نسلقها غير نص سلقه، ماشي كتسلقوها يعني تا كطيب بزاف. كتسلقوها تقريبا واحد 2 دقائق حتى ل3. هنا خديت واحد الطنجره درت فيها كميه كتيره ديال الماء، ودرت شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار وزيت المائده، وغادي نضيف هاد المعجنات باش يتسلقوا. وغادي نزيد كذلك واحد الفص صغير ديال الثومه. في واحد المقله درت شويه ديال زيت المائده، حبه كبيره ديال البصل مقطع رقيق. غادي نزيد واحد الفص صغير ديال الثومه، حتى هو غادي نقطعو غير رقيق، تقدروا تحكوه. وغادي نخلي هذا البصل حتى يتحمر. هنا المعجنات راهم تسلقوا، كنكونوا موجدين واحد الماء اللي كيكون متلج، يكون بارد مزيان. غادي نصفيوهم ونحطوهم مباشره في هذاك الماء اللي كيكون متلج. وملي كيبردوا المعجنات كنهزوهم وكنديروهم في واحد الصفايه باش كيقطروا لينا من الماء ديالهم. من بعد ما تحمر هذاك البصل غادي نزيد الملحه وغادي نزيد الكفته. هنا تقريبا نص كيلو ديال الكفته. قداش ما كترتوها كتجي الوصفه زوينه بزاف، يعني كيكونوا هذوك معمرين بزاف. قداش ما كانوا عامرين بزاف كيكونوا لذاذين. غادي نزيد بالنسبه للتوابل شويه ديال الفلفل الحمراء، راس معلقه صغيره ديال الكمون، ومن طبيعه الحال كنديروا شويه ديال الفلفل الاسود. انا هنا كيف كتلاحظوا معايا ما مكثراش الزيت بزاف، دايره غير كميه قليله ديال الزيت، لان ديك الكفته فيها شحمه وغادي تطلق هذاك الليدام ديالها. غادي نستمر في التحريك ديالها حتى طيب مزيان. هاد الكفته هنا كان مشى ليا واحد المقطع للاسف. ملي كطيب الكفته مزيان كنديروا عليها صلصه الطماطم. استعملت صلصه الطماطم الجاهزه. كنضيفوا كميه من صلصه الطماطم وكنستمروا في التحريك ديال دوك المكونات حتى كتعقد لينا هذيك الصلصه وكترجع على هذا الشكل هذا. هنا بغيتو تعمروها في لابوش عمروها، بغيتو تعمروا غير بالمعلقه عمرو. غادي تشوفوا معايا الطرق بجوج ان شاء الله. خديت هنايا الصحن اللي غادي يدخل الفران وغادي ندير فيه كذلك شويه من صلصه الطماطم. بالنسبه للصلصه هذه هي اللي استعملت مع الكفته. غادي نوزعها على المول كامل. كناخذوا هاد الكانيلوني من بعد ما كيكونوا نشفوا من هذاك الماء ديالهم. وعلاش قلت لكم ما تسلقوهمش بزاف؟ لان الا مشيتو تسلقتوهم بزاف غادي يتقطعوا لكم. كيف لاحظتوا معايا هنا تقدروا تعمروهم بلا بوش، وتقدروا الا ما كانش عندكم لابوش تعمروا غير بمعلقه تكون صغيره. كنشدوهم من التحت بحال ما كتخرجش لينا الحشوه، وكنعمروا من جهه واحده ونوليو نقلبوا ونعمروا من الجهه الاخرى.
من بعد ما كنعمرهم كاملين وكنستفهم في المول، كنزيد ندير شويه ديال الصلصه من الفوق، وكندير الفرماج الاحمر او اي جبن كيعجبكم. صافي، وغادي ندخلوهم الفران تقريبا 10 ديال الدقائق حتى لربع ساعه باش كيتشربوا هذيك الصلصه مزيان وكيذوب لينا الجبن. هذا هو الشكل ديالهم، صدقوني انهم كيجيو لذاذين بزاف، ما غاديش تشبعوا منهم. كنقدموهم وهما باقيين سخان. نتمنى هاد الطريقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. بارطاجيو الفيديو الى عجبكم، ديروا لايك، خليو لي التعليق ديالكم الرائعه، وما تنساوش كنزل الفيديو يوم السبت ويوم الاربعاء مع 8 العشيه. كونوا دائما في الموعد. تهلاو ليا فراسكم، بسلام عليكم.